في استطلاع للرأي أجرته جريدة هسبريس المغربية حول رأي المغاربة فيما إذا كانت فرنسا تساهم بشكل كبير في تأجيج العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر، حيث تم طرح سؤال: هل برأيك تساهم فرنسا في تأجيج العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر؟ وكانت الإجابة كالتالي: 89.64% من المشاركين قالوا نعم، فيما أجاب بلا 10.36% من أصل 12,800 مشارك في المجموع. هذه النتائج إن تدل فهي تدل على وعي المغاربة بالعلاقات الخارجية لبلدهم مع عدد من البلدان، في مقدمتها فرنسا التي تمارس الحياد السلبي في عدد من القضايا، أبرزها قضية الصحراء المغربية، القضية التي لم تقم فرنسا باتخاذ موقف واضح بخصوصها، فيما عبرت دول أخرى أوروبية عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي. وفي تعليق له على نتائج الاستطلاع، قال المحلل السياسي المحامي والخبير في ملف الصحراء نوفل بوعمري أن نتائج الاستطلاع تعكس موقف المغاربة من العلاقة الدبلوماسية المغربية الفرنسية وتحركاتها غير الواضحة في المنطقة ككل وفي ملف الصحراء بشكل خاص. وأبرز كذلك أن المغاربة باتوا أكثر اهتماما والتصاقا بقضاياهم الوطنية، ويعكسون وعيهم بمواقف المغرب الرسمية ودعمهم لها، وهو ما على فرنسا أن تفهمه. هذه الأخيرة تلعب على حبلين في علاقاتها مع الدولتين الشقيقتين الجزائر والمغرب، حيث توفد عددا من الوزراء إلى الجزائر لتوقيع اتفاقيات، في حين قررت الرباط تصعيد اللهجة ضد الفرنسيين عقب قرارهم خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، بمبرر أن السلطات المغربية لا تقبل عودة المهاجرين غير النظاميين. وأضاف المتحدث ذاته أن مواقف فرنسا أصبحت معروفة لدى عامة المغاربة، بل تتعالى في كل مرة الأصوات للمعاملة بالمثل مع فرنسا وعدم الرضوخ لضغوطها. كما عليها أن تفهم أن المواقف الرسمية للمغرب تحظى بإجماع وطني وشعبي، ما يفرض على الرئاسة الفرنسية أن تستوعبه إذا ما أرادت أن تحافظ على صورتها داخل الأوساط الشعبية المغربية، وأن تحافظ على مصالحها مع المغرب. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.